كلنا كنا بناخد الكتاب ان في مجال مغناطيسي وفي خطوط فيض عموديه على خطوط المجال. فبيقول لي هنا ايه؟ خطوط الفيض وهي بقسم هو ماشي طالع منه مجال. لو انا سبت مجال وجنبيه مجال وجنبيه مجال هيضعف الاشاره. معايا؟ الاشاره عموما الاثنين من مكان لمكان بعيد هتكون الاشاره هتتمحلت خالص او حصل لها ديستورشن شوشره. فقال لي طيب ما تفتكروا يا جماعه الاعداديه واحنا في اعداد كنا بنعمل ايه؟ وقال لك طالع في الجراد الوسط المجال عمودي. قال لك كده لو انا سلك كده والمجال طالع منه والسلك الثاني والمجال طالع منه موازيين مع بعض هيبقى مجموع. لكن انا لو عملت واحد عمودي على الثاني مجموع الاثنين العموديين على بعض هيبقى يبقى المجال ده هيلاشي المجال ده، يبقى ما عنديش اي حاجه تضعف لي الايشو. يبقى عشان كده الناس لما جت عملت الكلام ده وعملت تويستد الغرض الاساسي منها ايه؟ ان هو يلاشي الاشارات، يلاشي اي شوشره حوالين الشرب، وبالتالي البيانات تبقى ماشيه سلسه ما فيهاش ضعف ما فيهاش اي حاجه. واضح؟ طيب النقطه الثانيه احنا كمان بعد الصلاه ولا ايه؟ طيب النقطه الثانيه لو انا دلوقتي انا دلوقتي حلو جدا انا بتعلم ازاي اعرف وازاي اشتغل وازاي اعمل الكلام ده كله، وتعلمنا ازاي اربط جهازين مع بعض، وتعلمنا ازاي. طب انا دلوقتي في السوق عندي هاب او سويتش صح؟ اللي هي وحده ايه؟ وحده ربط الشبكه. عندي هاب او سويتش. اصلا سؤال تاني، الحاجات دي موجوده في السوق طبيعيه جدا معايا؟ يعني حاجات ستاندرد. جيب لي كده شكل الهاب، جيب لي كده الهاب. المكان اللي احنا داخلين فيه اسمه ايه؟ المكان اللي بيخش فيه الارجيه بتاعت اسمه ايه؟ اللي انا بساله بقى الهبات الموجوده في السوق او السويتشات اللي موجوده فعلي في السوق كلها ستاندرد. يعني مش هتروح تلاقي ايه؟ واحد يقول لك انا عندي 3 واحده عندي 5 واحده عندي 12 واحده عندي 13. لا، اللي في السوق ستاندرد ثابت. اقل واحد فيه عدد بوردات كام؟ اقل واحد كام؟ 24 لغايه 24 أربعة؟ ما ينفعش 5 عشان خاطر في واحد 5. يبقى احنا هنا اقل حاجه عندنا كام؟ 5. طيب اكبر سويتش عندي كام؟ 35. اكبر هبه عندي كام؟ 32 و40. لو انا نازله اشتري عندي معمل فيه 15 جهاز، هشتري هب قد ايه؟ 16. طيب في هب اعلى من كده؟ في هب 32 في 64 في اعلى حاجه اعلى هب 64 40
ديت كام؟ الفتحات ديت اسمها بورد صح كده؟ الفتحات ديت لو انا هعمل معمل 16 جهاز المفروض اجيب افضل سويتش اشتريه ايه ويبقى مناسب ليا ويبقى اقتصادي ليا، بس يبقى مناسب. يبقى كام؟ لو انا اخترت، لو انا عندي عدد الاجهزه 16 ورحت جبت عدد الاجهزه 15 ورحت جبت جهاز 16، دلوقتي انا ما عملتش حساب حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه ان انا ممكن الجهاز يجي لي اللي عدد المعامل 16. تاني حاجه ان انا لو عندي شبكه، انا عامل شبكه لام بالسويتش ده اللي هو ال 16، طب انا لو افترضت ان انا جالي هيئه الابنيه مثلا او اي انفصال في اي ظروف جالي 4 اجهزه كمان، المفروض ان انا اعمل ايه؟ دول اللي انشغلوا كده صح؟ لحظه واحده دول اللي انشغلوا، ال 16 جهاز دول انشغلوا. طيب وبعدين؟ احطه فين بقى؟ اذا كان دول مشغولين اصلا انا لازم ابقى عامل حسابي في حاجتين. لازم ابقى عامل حسابي في حاجتين وانا بشتري سويتش. اول حاجه اشتري سويتش مناسب ليا، ما اجيبش سويتش مثلا 16 وانا ممكن ان يجي لي 4 اجهزه. تاني حاجه ان انا ممكن اوصل نت مثلا او السويتش ده اوصله براوتر زي ما الباشمهندس امبارح كان بيقول لنا. لو انا وصلت براوتر يبقى انا فقدت بورت كمان هنا. لو مفلت بورت وانا عندي 16 جهاز ولسه ان انا ممكن محتاج شبكه كمان او محتاج جهازين كمان، يبقى السويتش ده ما بقاش مناسب ليا. طيب هنعود